دلوقتي وصلنا لتالت حاجة وهي أفضل حاجة، وهو ال OBS. انت عندك 3 اوبشن: الستريمينج والريكوردينج، ولو انت عايز تعمل الكاميرا وخلاص. أفضل حاجة انت تستخدم كده دلوقتي، أنا هستخدم الريكوردينج عادي. لو استخدم الستريمينج تبقى تختار أول واحدة، الريكوردينج يبقى تاني واحدة، هتعمل نيكست. هنا بيختارك بيقولك انت الشاشة اللي هو الديسبلاي بتاعه بيبقى المقاس بتاعه يبقى ازاي. هنا بيقولك نظام ال FPS نفسه يبقى ايه. لو انت مثلا هتشتغل محتوى تعليمي او حاجات شرح يبقى 30 FPS، لكن محتوى جيمنج والحاجات دي فيفضل يعني تبقى 60 FPS. انا سيبها عادية زي ما هي. بعد كده تعمل ابلاي سيتنج كده خلاص. عندك هنا بقى 4 حاجات اللي هي السين والسورسز والاوديو بتاع الصوت والكنترول. لما تيجي تبدأ تعمل ستارت وريكورد واند ريكورد. سورسز دي انت بتدخل فيها كل حاجة، يعني دي من اهم حاجة. السين نبدأ اول حاجة بالسين. السين دي هي اصلا يعتبر هي ايه اللي بنسجل منها الشاشة، هي دي يعتبر الاساس، نسميها سكرين ريكورد. بعد كده عندك السورسز دي بقى اللي بتضيف. انا عندي كده انا شغال من اللاب، فظهر لي ديسكتوب اوديو اللي هو بتاع الجهاز نفسه ده. لو انت عايز تفصل صوت الجهاز تدوس على دي، وانت كده تبقى تفصل الصوت بتاع الجهاز. عندك بتاع المايك هنا ده بقى صوت المايك بتاع اللابتوب. انت لو عايز تضيفه، انا كده ظاهر عندي من مضاف، عايز تضيفه بتدوس هنا على اوديو انبوت كابتشر دي، بعد كده تدوس اوك. بس كده كان اصلا ظاهر عندي، فانا مش محتاج مش محتاج اضيفها. نفس الكلام برضو لو انت اهم حاجه فيهم كلهم طبعا اللي هي ديسبلاي كابتشر دي، اللي بتجيب السكرين نفسها. تختار هنا الشاشه عشان في ناس عندها ممكن كذا مونيتور. وعندك هنا الكابتشر هنا بتاع دي الجزء ده بتاع الماوس، او لو عملت كده الماوس بيتشال، لو تدوس عليها تاني الماوس يبقى ظاهر. تاني حاجة معانا برضو وهي مهمة جدا، لو الجزء بتاع الويندو كابتشر ده بيجيب لك جزء معين من الشاشة، بس ما يجيبلكش الديسكتوب ده. لو انت عايز بقى تجيب حاجة مخصصة ليك انت، مثلا تشغل زوم حاجة ليها علاقة بالتعليم برضو، حاجة يعني تبقى مخصصة اكتر. الديسكتوب بيجيب لك كل حاجة بقى انت عايزها، فانت لو عايز تخليها في خصوصية شوية استخدم بقى الويندو كابتشر. انا مثلا دلوقتي مشغل الريكورد بالتول بار، فاختار اوبشن ريكورد تو بار. عندك برضو الاوبشن بتاع اللي هو الجيم، برضو جيم كابتشر ده لو انت عايز بقى تجيب مثلا فاتح لعبة بس مش فاتح العاب يعني دلوقتي، بيجيلك بقى اوبشن تختار بقى مودات بقى والنظام ده لو انت متعمق اكتر بانك هتعمل ستريم اسمه ريكورد جيمنج والحاجات دي. وده كده شرح مبسط ومختصر للاو بي اس ستوديو. ولو محتاجين شرح بالتفصيل اكتر للاو بي اس اكتبوا لي في الكومنتات برضو. واتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. متنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.